الزمالك بيفوز على بيراميدز ويصعد رسميا الى نهائي كاس السوبر، عشان الزمالك يوجه رسالة للعالم كله. ايوه انا ضد المنطق، ايوه انا الزمالك. وبالفعل اللي حصل النهارده ده ضد المنطق وضد كل التوقعات وضد كل حاجة. ولكن زي ما قلت لك امبارح، المباراة دي مش محتاجة غير 90 دقيقة رجولة من اللعيبة، محتاجة حماس وغيرة على التيشيرت اللي انت لابسه. وبالفعل لعيبة الزمالك كلهم رجالة ويستحقوا الفوز، كلهم بلا استثناء أدوا دورهم على أكمل وجه، رغم الفوارق الكبيرة جدا ما بين الفرقتين في كل حاجة تقريبا. إلا إن رجولة لاعيبة الزمالك هي دايما اللي بتكون العنصر الأساسي لتفوقك جوه الملعب. شكرا لعواد الراجل اللي دايما بنراهن عليه في الماتشات المصرية اللي زي دي، وعمره ما خذلنا. الموضوع ما كانش محتاج تجهيز بدني أو تجهيز فني، كان محتاج تركيز وإدراك بحجم المسؤولية. الواحد كان متأكد إن الماتش ده بتاع عواد. والله كنت متأكد إن عواد هو اللي هيجيب لنا الماتش ده. ممتن جدا لفتوح على أدائه الرجولي. فتوح برغم إنه بعيد عن مستواه البدني والفني، ولكن مش بعيد عن مستواه الرجولي. قتال على كل كورة، حاول على قد ما يقدر تقفيل جبهته. والموضوع زاد صعوبة كمان بعد إصابة بنتاج وخروجه، واللي كانت بمثابة كارثة لأحمد عبد الرؤوف. ولكن أحمد عبد الرؤوف تعامل معاها، وتعامل مع إصابة عدي، وتعامل مع مفاتيح لعب بيراميدز. شيكو بنزا هو كمان كان راجل النهارده، أخطاء قليلة جدا المرة دي، بيلعب وعنده إحساس بالمسؤولية. وبذكاء كده من أحمد عبد الرؤوف نزله في الحتة دي بعد إصابة بنتايج عشان يزهق الشيبي دفاعيا. شيكو بنزا دايما هتلاقيه بياخد الكورة وبيروح على الجون، بيقطع مسافات كبيرة بالكورة. فمطالب من الشيبي انه دايما يرجع يعمل الواجب الدفاعي معاه، فبالتالي الشيبي هيرهق بدنيا ومش هيبقى موجود قوي في الحتة الهجومية. وبالفعل الشيبي بيتبدل في اواخر الشوط الثاني. شكرا لكل لاعبي الزمالك، شكرا للاعيبة الزمالك الرجالة اللي ما خذلوش اي واحد فينا. راهنت امبارح على رجولتهم وحماسهم وغيرتهم على التيشيرت. قلت لك امبارح خلي عندك ثقة في لعيبتك، والحمد لله رهاني كان كسبان. واللي يراهن على الزمالك دايما رهانه كسبان. الزمالك اللي هيفضل زمالك، الزمالك اللي داخل البطولة دي بإقالة مديره الفني وتعيين مدير فني مؤقت قبل البطولة ب4 أيام بس. الزمالك اللي داخل البطولة دي ونجم فريقه مصاب، والنهاردة بنحط مهاجم في مكانه فبيتصاب هو كمان. الزمالك اللي داخل البطولة دي ومتسرب له خبر إيقاف القيد قبل مباراة مهمة زي دي ب48 ساعة. الزمالك اللي عنده مشاكل إدارية وأزمات مالية وسحبوا منه الأرض اللي حيلته ولعبته كمان يا عم ما بتقبضش. الزمالك اللي مهما حاولوا يوقعوه برضه مش هيقع وهيفضل زمالك. يمكن فرحتي بالمباراة دي كبيرة جدا لأن فعلا تستحق الفرحة. أنا كسبت بطل أفريقيا وبطل القارتين وفريق منايم أفريقيا من المغرب حرفيا. أنا فعلا كسبت ضربات جزاء، بس برضه اسم إن أنا كسبته، اسم ان انا قفلت مفاتيح لعبه وما خليتوش يعمل عليا هجمات خطيره، ما خليتوش يوصل للجون بتاعي مرتين 3 على بعض. انا اعرف فرقه صارفه مليارات على صفقاتها وخسرت منها 2-0 مع الرأفة. وبمناسبه فرقه المليارات، يعني هي حكامنا هيفضلوا كده لحد امتى؟ حكامنا لحد امتى هيبقوا فاكرين ان الاهلي هو اللي هيحاسبهم في الاخره مش ربنا؟ ولكن انا مبسوط بتأهل الاهلي للنهائي، عشان بصراحة طعم الفوز على الأهلي أحسن بكتير من الفوز على سيراميكا. عزيزي الزملكاوي اللي لسه ما عملش لايك، في إيه؟ لو ما عملتش لايك واشتراك دلوقتي هتعمل إمتى؟ يلا كده شد حيلك معانا، وقبل ما تعمل أي حاجة من دي صلي على النبي في سرك، مش لازم في كومنت. طيب دلوقتي بقى، وزي ما انا قلت لك امبارح، المباراة دي مش بتاعت فنيات، المباراة دي عايزة رجالة. وبالفعل هو ده اللي حصل النهاردة. شكلنا الفني جوه الملعب وطلعنا بالكورة ما كانش احسن حاجة، وخصوصا في الشوط الاول. وده جايز عشان احمد عبد الرؤوف كان عايز يحجم من قوة بيراميدز في نص ملعبها بوجود شحاتة وربيع، 2 مراكزهم ديفندرات، مش قويرة ومش حارفة بالكورة، بس مقاتلين. احمد عبد الرؤوف مدرب واقعي جدا، نزل المباراة وعارف ان بيراميدز كلاعيبة وكنقاط قوة هم افضل بكتير مننا، فكان نازل هدفه الاول والاخير هو قفل كل مفاتيح بيراميدز واللعب على التحولات الهجومية. اكتر حاجة عجباني بقى في احمد عبد الرؤوف انه مدرب عنده نظرة وشخصية في الملعب، بمعنى انه اللاعب اللي مش هيأدي بالشكل المطلوب هيخرج ايا كان اسمه. فبنشوف النهاردة وبنتفاجئ ان ربيع بعيد جدا عن مستواه،
سواء بدنيا او فنيا، بطيء جدا في اثناء تحضيره للكوره، فخرجه في الشوط الثاني وخلى شحاته يبقى هو الديفندر، برغم ان شحاته لسه راجع من الاصابه، وحته الديفندر دي مش بتاعته قوي. كمان بنشوف ان احمد شريف اللي نزل في الشوط الاول بعيد برضو عن مستواه البدني والفني، فغيره في الشوط الثاني. مفيش حاجه اسمها ما ينفعش اطلعه عشان لسه نازل، وفي الحقيقه في لعيبه بتبقى محتاجه تقعد على الدكه شويه عشان ترجع لمستواها تاني. الونش منهم. الونش كان محتاج يريح ويقعد دكه عشان يعرف يرجع لمستواه وتركيزه معانا. وجنبه قاع المدافع واروق لعيب كرة في الدوري المصري محمد اسماعيل. الثنائيه دي هي دفاع الزمالك القادم. الاتنين دول قفلوا ميه ونور على ميلي مره واتنين وتلاته ومليون. شكرا لكل رجاله الزمالك، شكرا لعواد البطل الحارس اللي دايما بنراهن عليه في الاوقات الصعبه وبيكون قد المسؤوليه. شكرا لثنائيه الونش واسماعيل الرايقه قوي. شكرا لعمر جابر اللي لعب عليه 2 ونجات اقوى من بعض. شكرا فتوح بتاع زمان اللي متخصص مغاربه. شكرا لشحاته المقاتل في نص الملعب. شكرا لعبد الله السعيد. شكرا لناصر ماهر اللي كان عليه مسؤوليه الخروج بالكوره لوحده في الشوط الاول وبالفعل قدر يعمل كده. شكرا لعدي. شكرا لسيف. شكرا لعمرو ناصر. شكرا لشيكوبانزا اللي كان واضح انه مركز المره دي وما عندوش الرعونه في فقدانه للكوره. شكرا للباك الشمال الاعظم في مصر وفي افريقيا محمود بن تايج اللي ان شاء الله يشارك في مباراه الاهلي ويرجع من الاصابه اللي كانت عنده. شكرا لكل لاعب كان موجود في الملعب حتى لو اداؤه ما كانش مقنع. في الاخير شكرا للمدرب المحترم بتاعنا، المدرب المجتهد احمد عبد الرؤوف اللي دايما الظروف بتكون ضده ومع ذلك بيقدر يتعامل مع المباراه. شكرا للمدرب اللي من غيره النهارده ومن غير وقوفه في الملعب النهارده ما كنتش هوصل للنهائي. الف مبروك لجمهور الزمالك الجميل، يا رب دايما منصورين وفرحانين. وبصراحه جمهور الزمالك يستحق دايما الفرحه، يستحق دايما يبقى فرحان. النهارده هنفرح وهنتبسط وهنحتفل وهنعمل كل حاجه، وبكره باذن الله نقفل صفحه المباراه دي ونركز على ماتشنا قدام الاهلي، لان بصراحه عندنا طار عند الاهلي وعايزين ناخده منه.